كان هو وإياها ويحذرها، يقول: يا عائشة الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يحذر من؟ يحذر امرته هو إياها بالحالهم. نتيجة هذا التحذير أنها حملت هذه الراية وأصبحت تحذر. اسمع، تأتيها معاذة من التابعين، فتقول لها: يا أماه لأنهم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ سؤال فيه شيء؟ أسألكم أنا، هذا السؤال فيه شيء؟ ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ عائشة ما جاوبتها، مع أن المسألة مسألة فقهية، لكن لما رأت أن النفس ليس نفس سني، لأن اللغة فيها نوع من الاعتراض، ما بال، وأصبح هذا القول مشتهر عن فصيل من الحرورية الذين خرجوا على علي بن أبي طالب الذين يرون أن الحائض تقضي الصيام وتقضي الصلاة. فلما رأت أن الشبهة تلك قد تسربت حتى وصلت إلى بيوتات التابعين، فقالت لها هذه الكلمة، قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت حرورية؟ لا تعجب، من فيك نعرف ما فيك، مما نطق لسانك وخط بنانك. لا تستغرب إذا صنفت على تغريدة ولا على تويتر ولا على حالة ولا على سناب، من فيك نعرف ما فيك. ملفوظك هو الذي يدل على منطوقك وعلى مفهومك. قالت: أحرورية أنت؟ لأن هذا اللغة، هذا الطرح، هذا النفس ليس نفس سني. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا يا أماه، لست بحرورية ولكني أسأل. وهنا أتوقف وقفة وأقول: هي على جهلها بحكم القضاء في الصيام والصلاة على عذر النساء وهي حيض، ماذا قالت؟ تسأل سؤال الجاهل. لكن لما أتت في جواب تصنيف